السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذه المره جبت لكم الفيديو والمشروع اللي راهو داير حاله. مشروع 2026 كوفغ بلاطو اللي نديروه للسنيوه تاع القهوه ولا نديروه للكاطو كي يجوك ضياف، باش تغطي السنيوه تاع الكاطو ولا تغطي البلا تاعك تاع الكاطو تاع القهوه عفوا، باسكو الغبره ولا مام الشعر ولا هكا، باش هكا البلا تاعك ما يطاشش وما يجي فيه والو هذيك الخمله ولا. المهم راح تشوفوا معايا بالتفصيل، وهذا مشروع بزاف مربح، راهو داير حاله وراهو طوندونس. هذه المره جبت لكم بطريقه سهله وبسيطه وبدون ماكينه خياطه، وجبت لكم كامل الاسعار، سعر البيع، سعر السلعه اللي شريتها. وهنايا كما قلت لكم في الفيديو السابق انا كنت درت لكم مثال، بار اكزومبل هنايا كنت صنعت الكعك وجايين كضياف، كما نعرفوا احنا توجور طابله نديرو فيها الكاطو وطابله نديرو فيها السنيوه تاع القهوه ولا تاي. بون في تاع الكاطو كي من هكا اخدميهم ولا اشريهم وغطي بهم الكاطو تاعك باش ما على جال الغبره ولا كش حاجه راكم عارفين. المهم هذه المره جبت لكم بدون ماكينه خياطه، وإذا لقيت تفاعل راح ندير لكم بماكينه الخياطه موديل واحد اخر. انا درت لكم هاد لي دو موديل فقط كما قلت لكم بلا ماكينه خياطه، وإلا حبيتوا ندير لكم بماكينه خياطه وموديل مختلف تماما بالماشينه ولا بماكينه الخياطه مع سعر البيع. فقط تابعوا معايا الفيديو للاخر، اللي مازال ما شاركش معايا في القناه فضلا وليس امرا ابوني مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. البنات ما تنساوش ديروا لي اعجاب وتخلوا لي تعليق اذا عجبكم الفيديو. راح ان شاء الله نبداو نصلوا ونسلموا على حبيبنا المصطفى ونبداو بسم الله. شوفوا معايا انا كنت ديت هذا القماش هو تاع ليزار تاع الريدو، يدير 40 في المتر. انا ديت متر تنحي لك 3 تاع ليناب ويكونوا من طول 80 ل 80 ولا 85 على 80، ما تقدري ديري 80 على 90. المهم راح ينحي لك 3 تاع ليناب. كاين اللي يجي هذا تاع الياسمينه واسمه تاع الياسمينه، وكاين فيه بزاف لي موديل. انا يا شريت هذا يدير 40 في المتر عندنا حنايا، وإلا شريتي 3 متر يحسبوا لك ب 100. من الاحسن اللي تبيع اللي دير المشاريع ولا تشري 3 ب100 ألف على ضربه. وديت هذيك السفيفه كما شفتوا دير 8000 للمتر، وكنت خدمت بالصفراء كما شفتوني في اول الفيديو، هذيك دير تاع سبوله دير 6000 للمتر. والنواشات كنت شريتهم 2000 للوحده، واللي تجي تاع خيط عادي تاع الكوتون رايحه دير 1000 راك المتر. بون انا كيفاش راح نبدا؟ كيما قلت النواشات شريتهم 2000 للوحده. انا راح ندير لهم تزيين خفيف. شوفوا شريت هذا الجوهر يدير 2 دينار ولا 40 دورو، وشريت هذيك لا بتيت بياس هذيك فيها الحجر واحد السميق فيها. شوفوا هنايا مش عارفه لي تبان معكم ولا لا، هذيك دير 1100 دورو استغفر الله للوحده. وهذاك الحجر الجوهر يدير 2 دينار ولا 40 دورو. انا عندي هاد النواشات. شوفوا هنايا تجي فيها الخيط تاع الفتله. الخيط تاع الفتله يساعدك بزاف في التركاب. بون نركب حجره تاع الجوهر ومن بعد نركب هذيك لا بتيت بياس هذيك اللي قلت لكم دير 100 دورو ولا 5 دينار، ونعاود نركب الحجره الثانيه تاع الجوهر. شغل تزيين، الا حبيتي ما ديريش ما ديريش، ولكن يعطي له لمسه جماليه بزاف هايله. شوفوا نزيد نركب الحبه تاع الجوهر الاخرى. هنايا دي اشريه على حسب واش تستحقي، وإلا كنتي تخدمي كونتيتي اشري بالباكي دير 40000 فيها خير وبركه كما نقولوا. شوفوا الركب كما قلت لكم راح يتركب معكم هذه الفتله، راح تساعدكم بزاف. نزيد الحبه تاع الجوهر الاولى ونزيد هذيك لا بتيت بياس هذيك اللي دير 5 دينار، ونزيد الحبه تاع الجوهر الثانيه حتى نكمل. انا استعملت هنايا 4 نواشات باسكو لا ناب تجي فيها 4 كوان. شوفوا ونركب هذه الحجره تاع الجوهر بهذه الطريقه. هادو خدميهم هما الوالا باش من بعد كي تبداي تخدمي تسيبي روحك موجده حوايجك، ماشي تبداي راكي باديه تخدمي ومن بعد تروحي تسيبي هادو لقيتيهم ماشي واجدين. شوفوا انا اخر وحده راح نخدمها معكم.
كما قلت لكم هذا الجوهر فيه العين كبيره، بالخف راح تركبيها. ونزيد شوفوا هنا درت هذيك لا بتيت بيس، شوفوا يجي فيها سماق صغير. ونزيد الحبه الثانيه بنفس الطريقه ونخليهم بجيه. ونروحوا نشوفوا القماش تاعنا. شوفوا انا كما قلت لكم عندي هذا القماش تاع ليزون تاع الياسمينه، ديت 80 على 80 متر، نحي لك 3. عندي السفيفه هذه خدمت بالفضي، ولا حبيتي ديري دوغي ديري دوغي، كاين بزاف انواع تاع السفيفه. انا كما قلت لكم راح نستعمل البيستولي. بون درت على بابي كويسون باش اللصقه ما تلصقليش في الطابله. وتبداي شغل ديري العطفه للوجه، الوجه راهو مقابلك تاع لا ناب، وديري عطفه للبرا ومن بعد تحطي فوقها السفيفه وتبداي تلصقي. هنايا كي ديري سفيفه ما تروحيش تبداي في الكوان، ابداي في النص كما شفتوا معايا في اول الفيديو. تابعوا معايا الفيديو للاخر وراح تفهموا كل شيء. شوفوا وكملي شغل راكي ديري في عطفه للبرا. شوفوا وهذيك العطفه ديري فوقها شويه تاع اللصقه وتلصقي ثبتي هذيك السفيفه. شوفوا وكما قلت لكم ديري بابي كويسون باش تساعدك وما تلصقلكش في الطابله تاعك وتخسر لك الطابله، باسكو اللصقه بزاف فيها كما نقولوا حنايا تخسر وتوسخ. المهم البيستولي لازم يسخن مليح. كي تسخني البيستولي تكوني ميم تغسليه ومش راح هذه اللصقه تتحل معك. وإلا كنتي البيستولي ماشي مسخن بزاف اوتوماتيكمون اللصقه كي تبرد راح توليك شغل مكندره، ولا تولي كيما باينه بزاف، وراح مع الماء كي تغسليه راح تتحدث معك وتفسد. شوفوا هنايا كيفاش غتلصق. كما قلت لكم هاد اللصقه بزاف تعيي في هاد الامور، وهنا تبداي تعبزي عليها هكا باش تلصق معك. وكي تلصق لك في البابي كويسون راح تتنحى بالخف. شوفوا وكملي كامل هذيك الجهه. شوفي معايا هنايا كي تلحقي لهذا الكوا، شوف هنا عبزي غير بالعقل ومن بعد حطي فوقها السفيفه. وهنايا راكي ديري في اللصقه ومن بعد كي تبداي تعاودي تدوري عليها وتسيبي جهه باريكزومبل ماهيش لاصقه عادي زيدي لها اللصقه. ومن بعد هنايا كي تلحقي لهذا لو كوان تعاودي تبليي ديريك شغل عطفه ثاني للداخل من الجهه الاخرى، وديري دوكا تشوفوا معايا كي شغل تثني وديري. شوفوا هنايا دوكا تشوفوا معايا نقدم معكم الكاميرا باش تفهموني بيان. هنايا بهذه الطريقه ديري شويه تاع اللصقه باش نثنيو هذيك الجهه. شوف هنايا شغل ديري العطفه تاع الجهه الاخرى باش تجيك الخدمه نقيه ومتحوفه. شوفوا بهذه الطريقه. وكما قلت لكم اللي ما عندهاش ماشينه تاع الخياطه انتي تقدري ديري مشروع تاعك، ومازال ان شاء الله عده مشاريع راح نديرهم لكم، فقط صبروا عليا غير بالعقل باسكو انا غير كيما بدينا. بون ومن بعد تبداي كيما شفتوا معايا بهذيك الطريقه. شوفوا هنايا نسقم الخدمه تاعي ديريك شغل راكي تثني. اش سمحوا لي هنايا لصقه بزاف، هنايا نتقلق منها. شوف وتثنيك شغل هكا وديري كي المثلث بهذه الطريقه، ومن بعد تشوفوا معايا وديري اللصقه هكا وكملي الجهه الاخرى، ومن بعد تشوفوا معايا نقرب معكم الكاميرا وتشوفوا نعود معكم الخدمه. شوفوا تجيك هكا متحوفه وتجي نقيه. شوف وتجي خدمتك كيما نقولوا حنايا ميته. ومن بعد نكمل عادي كيما درت في الجهه الاخرى. ديري اللصقه وراكي تلصقي في هذيك السفيفه. نشوفوا بهذه الطريقه نكمل انايا هذيك الجهه كامل بنفس الطريقه. وكي نلحق لهذاك لو كوا نعاود نفهمكم تري بيان. شوفوا بهذه الطريقه شغل راكي تثني، وتوجور كما قلت لك القماش الوجه تاعو راه مقابلك. شوفوا هنا غير ابوبخي قسمه تحكميها،
ومن بعد هذيك السفيفه كي تجي تفيكسيها زيدي اللصقه بهذه الطريقه. شوفوا هنايا وتركبي هذيك السفيفه عليها. نورمالمون كلشي راهو واضح هنايا. وكما قلت لك عاودي ولي لهذيك اللي ماشي لاصقه ولصقيها، ماشي حاجه كبيره. شوفوا ومن بعد هنايا كيما قلت لكم نقرب لكم الكاميرا. شوفوا هنايا راكي درتي، عاودي ديري بوين باللصقه وتعاودي شغل راكي ديري في عطفه ولا كفه. هنا راكي لبرا وديري هكا، زيدي اللصقه شغل راكي راح ديري. هنا ديري غير حاجه خفيفه قسم تحكم لك الكتان هكا، ومن بعد ديري بهذه الطريقه. شوف هنايا تتنيها ديري بزياده وديري هذيك اللي تجي معوجه شغل كيما لو كوا بهذه الطريقه. وهنايا رانا ما نسيناش النواشات، انا حبيت نكمل معكم هذه المرحله. شوفوا هنا النواشات تقدري ديريها هنايا. شوف تفتحي غير شويه وتواسيكي من هكا وديري عليها نقطه باللصقه وتفيكسيها. شوف وإلا كنتي نسيتيهم ماشي مشكل، حكمي الساجوار فوتي عليه فقط ما تنطريهاش باسكو الكتان خفيف بزاف، القماش هذا تاع الريدو خفيف بزاف تاع ليزار. شوفوا هنايا كيفاش تجينا خدمتنا انقيه ومتحوفه. كيما قلت لكم الا باغ اكزومبل عوجتي ولا غلطتي ولا حاجه ولا نسيتي ما درتيش هذيك النواشه، واش ديري؟ حكمي سيشوار سخنيه بالسخون، رايحه تتفتح معاك فاسيلمون وتتسيبارا مع القماش باسكو لصقه ورايحه تذوب. ومن بعد حطي النواشه تاعك ما كان حتى مشكله. شوفوا هنايا نكمل بهذه الطريقه، نزيد نكمل الجهه الاخرى. وكما قلت لكم هنايا اللي حبت دير مشروع ما تشريش بالمتر باسكو يسقام لك غالي. السفيفه اشري كونتيتي، هذاك الحجر اللي حبيتي ديري الحجر اشري بالكونتيتي باش باسكو كنت تشري غير بشويه ولا بالمتر راح تجيك غاليه بزاف. نعاود معكم. شوفوا هنايا ديري نقطه باللصقه. شوفوا وراني درت كفه ولا عطفه باللصقه من الجهه الاخرى. شوفوا هنايا شغل تثنيها تحطي النواشه هكا. انا درت لكم شحال من طريقه. شوف ديري من وديري وين كاينه جهه النواشه حاجه خفيفه قسمه تثبت معك ومن بعد تثبتيها. شوف باش ما تحرقكش اللصقه. شوفوا هنا معايا نعاود لكم اخر وحده. ديري بهذه الطريقه شغل ديري كيما المثلث، ديري نقطه بالبيستولي وتحطي هذيك النواشه. شوف حطيها هكا وزيري عليها قسمه تجمد لك هذيك اللصقه رايحه تفيكسها. ومن بعد كملي فيكسيها لما كانتش فيكسي باش تضمنيها مش راح تطير معك وتكملي الجهه الاخرى عادي. شوفوا هنا كيفاش راهي مزيره، مستحيل ولا تخسر معك. مام في الغسيل كما قلت لكم غسليها وما تخافيش. شوفوا وشوفوا لي هذه نكمل انا كامل بهذه الطريقه. وشوفوا معايا الشكل النهائي تاع لاناب تاعنا. شوفوا انا قلت لكم هنا خدمت بالفضي قدامكم وكنت ديجا خادمه بالدوغي. شوف ميم تقدري ديريها فوق لاناب تاع الطابله. شوفوا هنايا في الدوغي تجي بزاف هايله، واللي شاعت بزاف هذه تاع الدوغي هي اللي دارت حاله ودارت ضجه. انا كنت خدمت لكم بالفضي بنفس الطريقه راح تخدميها بالدوغي. شوفوا وتجي فيني وتجي بزاف هايله. شوفوا معايا هنايا تقدري ديريها فوق بلاطو تاع سيرفيس تاع القهوه. تقدري ما يكون عندك هكا عرضه تاع طعام ولا حاجه تاع طاجين هذاك تاع طواجن تاعنا تاع الفخار اللي تجي هكا فيها القبه هذيك ديري فوقها كشغل عنده عده استعمالات. شوفوا معايا وكما قلت لكم هذا مشروع تاع العيد ان شاء الله وشهر رمضان راه داير حاله.
هنايا نروحو لسعر البيع. بون البنات، نتيا قيمي السلعه تاعك، كاين اللي تشري بار اكزومبل لي زار تشري غالي، هي كل منطقه وكيفاش. هادو لي ناب تاع البلاطو كوفر بلاطو في الاول وصلوا حتى ل 150 للواحد بهذا الميتراج. ودروك راهم نقصوا، راهم 100 كل وحده وكيفاش كل واحد وكيفاش يبيعهم، باسكو تلقاهم في الحوانت تاع اللي يبيعوا الماعن ولا تاع لا ديكوراسيون راح تصيبوهم من 100 حتى 130 120 ولكن انت الا خدمتيهم بهذه الطريقه راح تحسبيهم 60,000 70,000 على حسب المنطقه اللي راكي فيها. كي نقول لكم على حسب المنطقه اللي راكم فيها، بار اكزومبل كي تكوني في غروند فيل وتكوني في لي زونفيرون ولا ولايه كيما نقولوا حنا تاع الوسط، ولايه صغيره كيما بار اكزومبل ولايتنا حنايا يديروا الى هبلوا كيما نقولوا 50 60 كل منطقه وكيفاش يبيعوا. كيما هكا في وهران الجزائر قسنطينه بار اكزومبل لي غروند فيل يلحقوا 100,000 120,000 باسكو يقدروا هادو الصوالح تاع خدمه اليد. فهمتوني؟ انا كي من هكا تقدري تبيعيهم 70,000 حتى 60,000 وراكي في الفايده. وكيما قلت لكم على حساب واش طلبت منك الزبونه. انت القماش الا حبيتي ديريها بروجي باسكو راهو جاينا العيد وجاينا رمضان سيرتو في العيد يمشي تري بيان. وراح ان شاء الله ندير لكم لا ناب تاع اسمه تاع البلا تاع القهوه ان شاء الله على جال العيد وشهر رمضان ان شاء الله. كل مره راح ندير لكم ان بتي بروجي باش كل وحده ان شاء الله تسترزق وتبداي المشروع تاعك. ما تيسيش سيرتو البنات كاين اللي تبدا مشروع تاعها وتقول لك ما نجحتش فيه. لازم لك الصبر يا اختي، لازم لك الصبر. الا عندك وحده مثلا من حباباتك ولا في لا فامي ولا خياتك عندهم في خدمه ولا يدوا لو برودوي تاعك باغ اكزومبل هاد لاناب يصوروه ولا يدوه معاهم ويهضروا يوروه يديروا لك الاشهار كيما نقولوا. بيعي في الاول بالكريدي باغ اكزومبل تقول لك وحده ما عنديش نخلص ونعطي لك عادي ما كان حتى مشكل. هذوك دراهم وراهم مخبيين. مام كاش حوانتيه هكا تعرفيهم بروبوزي عليه الفكره وكل واحده وكيفاش وانتيا وزهرك كيما يقولوا. مام لا باج فيسبوك تكون عندك اون باج تاع فيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك حطي ديري اشهار للسلعه تاعك والتصوير يكون تصوير واضح وتصوير كيما نقولوا حنايا فيه اضاءه مليحه باش تبين لك البرودوي تاعك. باسكو كيما تكونش الاضاءه وما يكونش التصوير ولا تليفون عين كاو يكون برودوي تاعك شباب وكل شيء ما غاديش يبان لك. فهمتوني؟ وكيما قلت لكم الصبر ثم الصبر. الصبر هو اللي راح ما كاش حاجه تجيب السهل سيرتو المبتدئات. كاين اللي تفشل في اول المشروع وتقول لك صاي انايا بس واش عندي نو لازم تصبري ولازم ما تخدميش كونتيتي كبيره. خدمي قراي حتى وين تجيك لا كوموند خدمي على روحك باسكو دي فوا تكوني خدمتي كونتيتي ومن بعد ما تمشي لكش هذيك السلعه دوك دراهم راح خساره. هي صح تخبيهم بصح هنايا راهي كل مره تخرج حاجه تقتل حاجه كيما نقولوا هاك كيما هذو راهم طوندوس بالك منا للعيد ولا شهر رمضان تبان حاجه واحده اخرى راح تقتل لك البرودوي تاعك الاول. سي بوغ سا خدمي المعقول. فهمتيني؟ ومن الاحسن المبتدئات انك تبداي من داركم. باغ اكزومبل خدمي لداركم حاجه يجوا لا فامي تاعك يشوفوا هذيك الحاجه عجبتهم اوتوماتيكمون راح يبروبوزوا عليك ويقولوا لك اخدمينا. انا كنت كيما هكا نخدم ما كنتش نخدم كامل للناس ومن بعد وليت نخدم على الدار وكي يجوا الضياف يقولوا لي هذه الحاجه عجبتنا باغ اكزومبل نخدم لهم عادي ما كان حتى مشكله. هذا هما البنات كامل النصائح اللي نقدر ننصحكم بها. ابداي مشروعك وتكلي على ربي وقولي بسم الله وان شاء الله الرزق الحلال يبغي الصبر وان شاء الله راح توصلي للمبتغى. هذه هي كان الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم ولا البروجي تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى الفيديو يكون عجبكم البنات. خلوا لي تعليق الى عجبكم الفيديو وما تنساوش تشجعوني باش نكمل باسكو التشجيع تاعكم هو اللي راح يعطيني طاقه اضافيه وايجابيه باش نكمل. هذا هو كان الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله. سلام.